السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. أسباب توقف الحمام عن إنتاج البيض. أكتر حاجة بتزعل المربي إن هو يأكل كتير وإن هو ما بيلاقيش عنده إنتاج ويقول أنا بدي أدوية بشكل كويس. مش كل حاجة إن أنا بدي أدوية. هقول لك الأسباب عشان تعرف تعالج إزاي. الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل وبسيط جدا. مش هتلاقي عندك جوز حمام بعد الفيديو ده إن شاء الله تعالى. مفيش إنتاج ومفيش حصى إن شاء الله. لو عندك حمام عطال وهتشتغل بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها دي، بعد 10 ايام بفضل الله تعالى هتبص تلاقي الحمام عندك اشتغل تاني. لان مفيش حمام واقف عن الانتاج دلوقتي الا اذا كان فيه مشكله. ولكن في الاول يا شباب تعالى نشوف احنا كتبنا اسامي اخواتنا المتابعين الجدد. طبعا الاسامي دي هتفضل عندنا للذكرى. لو ما لحقتش اشترك في القناه هنكتب اسمك ان شاء الله معانا. طبعا قناه توفر في بيتك منوعات. طبعا اخونا الاستاذ باسم عظيم سلام ليه، واختنا طبعا الاستاذ جيهان. طبعا كتبنا اخونا السيد ابو الوفا من اسوان، وكتبنا نصر السيد احمد ابو مصطفى من اسوان، وكتبنا العمده تقدم ابراهيم من الاقصر، وام حنين هنا، واختنا طبعا قناه رحاب يحيى، واخونا مبروك السيد، واخونا السيد حلمي. وطبعا المتابعين اللي احنا كاتبينهم امبارح. طبعا كل واحد شايف اسمه شباب، ولكن قولوا لنا بقى الناس اللي مش شايفه محافظتها قولوا لنا انت محافظه دي عشان نكتب المحافظه. طيب خلينا بقى في الفيديو بتاع النهارده عشان الفيديو ده مهم جدا لكل المربيين. بالنسبه للناس اللي عندها حمام مش شغال، لو انت عندك حمامك شغال خلاص زي الفل. ولكن لو عندك الحمام مش شغال وبقاله فتره ما بيشتغلش وواقف على انتاج البيض والحمام ما بيلحمش العيش، فلازم ان انت تتابع الفيديو ده كويس جدا. طيب نقول بس الاسباب سريعا وبعد كده هنقول لك العلاج. اول سبب ان انت بتدي حبايه واحده. الناس اللي هي بتدي حبوب، يعني الحمام بياكل جميع الحبوب. وعلى فكره الحمام زيه زي اي كائن حي، لازم أن يدخل جسمه كذا عنصر من الاغذيه. ما ينفعش ان انا اقدم له حبايه واحده طول الوقت. الكلام ده طبعا ممنوع ومرفوض. ليه؟ لان ده بيخلي الحمام يتوقف عن الانتاج، وخصوصا الناس اللي بتحط عيش على طول. طبعا بسبب غلو الكلفة. بالمناسبة الكلفة بدأت ان هي تريح شوية، وده هيسهل الموضوع شوية على المربيين. لو انت بتحط قمح بس فالحمام عندك هيقف على الانتاج. لو انت بتحط ذرة بس فالحمام برضو هيقف عندك عن الانتاج. وشباب ممنوع الذرة البيضاء مطلقا. بلاش ندي ذرة بيضاء مطلقا، الذرة الشام البيضاء، لان ديت فيها دهون عالية جدا وتخلي الحمام يعمل دهون وبيخليه يقف عن الانتاج. الافضل ان انت تدي كلفة متنوعة. تدي اقل حاجة 3 4 حبوب لو الدنيا واقفة معاك. ممكن تدي 5 6 حبوب لو الدنيا كويسة معاك. مش هتخسر حاجة. هتجيب مثلا ذرة عويجة، هتجيب ذرة صفراء، هتجيب قمح، هتجيب مثلا نوع من البروتين زي الفول بنسبة بسيطة، يعني مش هتحط بنسبة كبيرة. صدقني الحمام هيقر عندك شغل وهيبيض باستمرار عندك. طيب الحاجة التانية، الناس اللي حابسة الحمام طول الوقت وما بتحطش تحديد. لازم ولابد من التحديد. انا اتكلمت في فيديوهات قبل كده كتير عن موضوع التحديد ده، ولازم ان انت تدي التحديق، لان التحديق ده اساسي من الاساسيات اللي لو انت حابس حمام ما ينفعش ان انت ما تحطش تحديق. التحديق ده موضوع سهل جدا، فلازم ان انت توفر خلطة التحديق. طيب السبب رقم 4 الديدان. الديدان دي من اكتر الاسباب اللي بتخلي الحمام يتوقف عن الانتاج. طبعا لان الديدان دي بتتغذى على الاطعمه اللي داخله جسم الطيور، فبتلاقي الحمام بيتوقف عن الانتاج. ممكن يقعد بالسنه ما ينتجش عندك، وده بيبقى بسبب الديدان. هتعرف ان الحمام عنده ديدان ولا لا ازاي؟ هتبص في جسم الحمام هتلاقي الحمام مسيف. امسك الحمام كده هتلاقي الحمامه خفيفه تحس ان انت ماسك ريشه في ايديك. وهتلاقي ان الحمامه صدرها العظمه اللي في النص ده هتلاقيها بارزه، وده بسبب موجود الديدان. فلازم ان انت تعالج الديدان. وهقول لك تعالج الديدان ازاي، ما تستعجلش لان احنا قلنا هنقول الاسباب الاول بعد كده هنقول العلاج. طيب السبب رقم 4 الأمراض. طول ما في أمراض عند الطيور، وعلى فكرة في أمراض ما بتبقاش ظاهرية، بتبقى النوتي مريضة وما بيبقاش المرض ظاهر عند النوتي، فبالتالي النوتي بتتوقف عن الإنتاج. فأنت بصفة مستمرة لازم تخلي بالك إن ما يكونش في أمراض عندك بتدي رفع مناعة، وأشياء كتير جدا هنقول عليها برضه في الفيديو. طيب السبب رقم 5 القلش. القلش ده برضه بيخلي الحمام يوقف على الانتاج. ليه؟ لان الحمام لما بيقلش بيغير ريش، ويبدا ان اصلا الكالسيوم اللي في جسمه بيطلع على تجديد الريش من اول وجديد، فبالتالي الكالسيوم اللي راح على عنقود البيض بيقف تماما وبيتحول للريش. فهنا في حمام بيقف على الانتاج. وبالمناسبه في حمام بيفضل شغال في فتره القلش. ليه؟ لان الحمام ده فيه كالسيوم في جسمه كويس، فالحمام بيبدا شغال ما عندهوش اي مشكله. ودي 5 اسباب رئيسيه بيخلي الحمام يوقف عندك عن الانتاج. لو كنت انت حابس الحمام ما تحطش تحديق. رقم 2 لو انت بتحط حبايه واحده.
رقم 3 الديدان، ورقم 5 او رقم 4 القلش، ورقم 5 الامراض اللي بتيجي للنوتي، وده بيخلي الحمام يوقف على الانتاج. طيب هنعالج الموضوع ده ازاي عشان بقى الحمام يرجع يشتغل تاني سريعا؟ بالنسبه لموضوع الحبوب ده قلنا لازم تحط 3 4 انواع من الحبوب. بالنسبه لو انت حابس الحمام، فان انت لازم تدي كلفه، لازم تدي تحديق، لازم يا جماعه الخير تدي تحديق. التحديق ده طبعا قلنا عباره عن تراب ارض زراعيه وكسر طوب ابيض وكسر طوب احمر، الناس لسه متابعانا الجديده. وطبعا بتحط طبعا اي قشر بيض بتلمه عندك، وبتبدا ان انت تقلب الحاجات ديت، ملح طعام، صدف بحر قلنا. فالحاجات دي بتبدا ان انت تلمها وتكسرها كده. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تفصيلي عن موضوع التحديد ده، لان الموضوع ده مهم جدا. فضل. طيب الحاجه بقى رقم 3، موضوع الديدان. خلي الديدان دي اخر حاجه عشان هقول لك وصفه سحريه للديدان دي هتجيب معاك منها. نقول رقم 3 الامراض ديت لازم تتاكد تماما ان مفيش امراض عندك في الحمام، لان الامراض دي لو عندك زغيل هتموت منك، لان الاهالي بتبقى مناعتها عاليه وبتستحمل الامراض. فانت بصفه مستمره ان انت لازم تخلي بالك ترفع مناعه، تدي رفع مناعه زي الاميولانت، ممكن تدي خلطات البصل والثوم والليمون، ده بيبدا يرفع المناعه عند الطيور وما بتمرضش منك بفضل الله تعالى. لو كل 10 ايام اديت مثلا 5 سم في اللاجيل على الميه، فاللاجيل ده طبعا مطهر معوي، ولو في امراض برضه بيقتلها سريعا قبل المرض ما يوصل جسم الطيور. طيب رقم 5 القلش. عشان تسرع القلش سريعا كده، فان انت بتدي حاجه اسمها فيتاماونت او فيروتال. وصلنا بقى لاهم حاجه في الفيديو، وهو الديدان اللي هي اصلا سبب توقف الحمام عن البيض. الديدان دي يا جماعه الخير قلنا من اخطر الحاجات اللي هي بتصيب الطيور عندنا. العلاج بتاعها طبعا احنا بنعالج الطبيعي بتاعنا بالبندكس او بالبندازول، ولكن في حاجه يعني سحريه بصراحه. الشيح بيجيب برضو نتيجة حلوة جدا. ولكن لو انت عايز تعالج برضو بحاجة من البيت، حاجة سريعة كده، ممكن رز الابيض. هتتفاجئ لما اقول لك الرز الابيض، هقول لك ان الرز الابيض بيعمل اسهال، لو انت حطيت عليه ملح بيعمل اسهال، وبينظف جوف الطيور او جوف الحمام نهائي. وبص بعد ما تحط الرز الابيض على الملح، بص بعدها بساعتين كده وشوف الاخراج بتاع الحمام عامل ازاي، هتلاقيه سهل وهتلاقي فيه ديدان كتير. وهنا بتبقى برضو ان انت بتقضي على الديدان بتاعت الحمام. يبقى انت معاك كذا طريقه ان انت تعالج بيها الديدان. ممكن تعالج بالبندكس قلنا، ممكن تعالج بالبندزول، ممكن تعالج بالشيح برضه. الحاجات ديت بتجي الشيح حلو جدا على فكره. تجيب معلقتين شيح، وتبدا ان انت تغليهم على اللتر ميه، وتبدا ان انت تسيبهم يبردوا شويه، وتبدا ان انت تقدمهم للحمام. مهم جدا ومفيد جدا للحمام عندك. ممكن تعالج برضه بحاجه اسمها سترات الببرازيل، ده برضه بيطري. كل الحاجات ديت تنفع في علاج الديدان. وعملت كده صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، وهتبص تلاقي الحمام بدأ يشتغل عندك تاني من اول وجديد. ولكن اخر حاجه بقى عايز اقولها لك، لو انت عملت الحاجات دي كلها والحمام عندك مقنص، فالحمام مش هيشتغل. فلازم أن تتاكد ان الحمام عندك مش مقنص ومفيش دهون على عنقود البيض. هتتاكد ازاي؟ تحط صبعك بين العظميتين، لو لقيت حاجه مكلكعه كده، العظميتين بتاعت فتحه المجمع، لو لقيت حاجه مكلكعه كده تعرف ان الحمام ده مقنص. وهنا لازم ان انت تبدا في مرحله علاج تانية، وهتبدا ان انت تشتغل بالخل تفاح، تدي 5 ايام، تبدا تدي اوميجا 3. ان شاء الله تعالى هعمل لكم برضه فيديو بالتفصيل عن الموضوع ده. اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدتم من الفيديو. ان شاء الله اشوف وشكم على خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.